مين؟ ايه ده اخويا؟ ايه عامله ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تعالى اتفضل. لا ده انا بص عندي شغل. لا انت بقى جاي واقف على كده، تعالى. لا انا جيت بس ايه عشان اقفلي بس عشان الناس اقفلي. انت عامله ايه؟ جاي ابص عليكي كده. انت فاهماني؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه الدنيا عامله ايه معاك والعيال عامله ايه؟ لا تمام كله مية تمام مية يعني؟ الحمد يا لله. رب. انت كنت هنا ولا ايه؟ والله انا قلت بقى اعدي عليكي. انت فاهماني؟ وخدي دول خليهم معاكي. ايه ده؟ دول مبلغ كده، ربنا يكرمني برضو بمصلحه. لا قلت اجي مستورة. يا بنتي دي اما مستورة. ربنا يكرم، لما ربنا يكرم تبقى ادهم لي. يا محمد والله مستورة والحمد لله. جوزي مش منقصني حاجة وسايب لي فلوس كتير وسايب لي اكل وشرب والدنيا الخير كتير مالي البيت، ولو احتجت حاجة اكيد مفيش غيرك هروح اقول له. يا بنت الحلال دول زيت الخيرخيرين، انا وربنا يكرمني بمصلحه. ربنا يخليك يا محمد، تسلم حبيبي. خد. احمد ربنا عليها، دي نعمة في غيرنا مش لاقيها ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله خلي بابا يجيب لك لحمه ويجيب لك فراخ وبرجر كل نفسك فيه. اهو بابا بيرن اهو. الو. ايه يا بابا؟ عامل ايه؟ بنتغدى. هنعمل ايه؟ لقيت بقى الجبنه اللي كانت في التلاجة لقيتها ناشفه، رحت حطيت عليها زيت كده وقلبتها كده وحطيتها، بس ابنك مش عاوز ياكل ولا سايب فلوس ولا سايب حاجة، والعيش بقاله 3 أيام في التلاجة بناكل منه. الحمد لله، نحمد ربنا على كل حال. ربنا يديك يا رب. الحمد لله مستورة، أهم حاجة محدش يحس بينا ولا يسمع صوتنا. لو تيجي على الأكل والشرب مستورة الحمد لله. يوم فراخ ويوم لحمة، يوم جبنة، يوم عيش حافل، الحمد لله كله خير. ناهد ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ ايه يا محمد؟ ايه يا محمد؟ في ايه؟ معلش انت سرحتي ليه كده؟ انت عارف بقى العيال والمذاكرة وداخلين على الامتحانات. الحمد لله. يعني مش هتاخديهم؟ والله مستورة، لو احتجت حاجة يا اخويا هقولك. طب لو عوزت اي حاجه بالله عليك التليفون معاكي. والله الخير كتير، وجوزي الحمد لله بص كامل بيته من كل حاجة. الحمد لله. ربنا يبارك له. الله يخليك. يلا مش عايز اي حاجه؟ عايز سلامتك. يلا انا لو عوزت اي حاجه كلميني. ماشي يا السلام محمد. عليكم. مع السلامة. سلمي لي على العيال. الله يسلمك. يا نهار اسود، للدرجه دي؟ انت محسسني ان الجبنه لحمه، مش انت يا ابني كنت معترض على الجبنه؟ يا ابني ده العيش ساقع، العيش ساقع يا ابني. بص يا جدعان يعني حتى الجبنة اللي كنا معتمدين عليها في العشاء خلصت. عايز ياكل جبنه والله. اهو خد. شفت يا ست ابنك؟ شفتي اللي كان كان مدوخ؟ معترض على الجبنة.